سفينة حربية إسرائيلية رفع العلم المصري ورفع العلم الإسرائيلي معدية من قناة السويس. إزاي حاجة زي دي تحصل في ظل الأجواء الصعبة اللي بتعيشها فلسطين ولبنان والوضع المتوتر اللي بتشهده المنطقة دي كلها؟ وعشان نعرف سبب المشهد ده لازم نجيب القصة من الأول. 1869 افتتاح قناة السويس، ومن السنة دي تحديدا ملامح الملاحة والتجارة في العالم كله اتغيرت، والمسار التجاري في العالم كله اتغير من رأس الرجاء الصالح لقناة السويس. وبعد 19 سنة وبعد الاحتلال الإنجليزي لمصر، فرنسا كانت مسيطرة على أغلب أسهم قناة السويس، وده بموجب امتياز فرديناند دي ليسيبس. وبما ان انجلترا وفرنسا قوتين عظمتين وكانت ليهم مصالح تجاريه كبيره بتمر بقناه السويس، لا ومش هما بس، كانت كل الدول والممالك كانت ليها مصالح برضه بتمر في القناه دي. فخوفا من الصراع اللي كان ممكن يحصل ما بين انجلترا وفرنسا، ولو حد فيهم زعل من التاني يقدر يقطع قناه السويس دي عن العالم كله، اتجمعت الدول العظمى في العالم وبحضور مصر، واتعقدت اتفاقيه القسطنطينيه سنه 1888. نص الاتفاقيه دي ان قناه السويس ذات سياده مصريه، وان كل دول العالم من حقها ان هي تعدي السفن بتاعتها فيها لاي غرض كان، ولكن بعده شروط، من ضمنها ان هي تدفع رسوم المرور، وان هي ما تكونش في حاله حرب مع مصر او الدوله المسيطره على قناه السويس، ولا حتى حليفه العدو اللي داخله الحرب مع مصر. يعني خلاصه الكلام ده ان اي دوله واي سفينه بره الحسبه دي من حقها ان هي تعدي من قناه السويس لاي غرض كان. طب نيجي للسؤال المهم، هل مصر منعت قبل كده مرور سفن اسرائيليه من خلال قناه السويس؟ ايوه ده حصل، وده كانت اول مره لما دخلت مصر في حرب مع اسرائيل سنه 1948، وحصلت تاني في عهد جمال عبد الناصر لما كان بيمنع السفن الاسرائيليه من المرور من خلال جزيرتي تيران وصنافير، وكان بيفتش السفن اللي داخله واللي خارجه كمان، لان مصر ساعتها كانت في حاله حرب. وبعد الانتصار المصري في حرب 73 مصر عقدت اتفاقيه السلام كامب ديفيد لسنه 1979 بتنص على حريه الملاحه للسفن الاسرائيليه في قناه السويس، وبالتالي دي كانت الاسباب اللي خلتنا نشوف مشهد سفينه اسرائيليه بتعدي من قناه السويس. وربنا ينصر كل مستضعف في فلسطين ولبنان، وكان معكم حراس كابتن مسلم، ويلا اقعدوا بالعافيه.